إمام عاشور وعدم سفره مع بعثة النادي الأهلي المتجهة لتنزانيا. صحينا من النوم على خبر عدم سفر إمام عاشور وعدم تواجده في القائمة المتجهة لتنزانيا، ولحد دلوقتي مفيش بيان واضح وصريح من النادي الأهلي يوضح لنا عدم سفر اللاعب مع الفريق. ونقلا عن بعض المصادر والناس المقربة للاعب ان اللاعب عنده الفيروس الجديد او المتحور الجديد هو واسرته. وفي كلام تاني ان اللاعب قفل تليفونه والسبب ورا كده ادم وطني وكيل اللاعب، وان هو بيحاول يعمل ضغط على ادارة النادي الاهلي وانها تسمح باحتراف اللاعب الفترة اللي جاية. وفي كلام تاني ان اللاعب ما خدش التطعيمات اللازمة، في تطعيمات لازمة بياخدها اللعيبة قبل ما يسافروا لاي دولة افريقية تجنبا للاصابه ببعض الامراض. لحد دلوقتي مفيش اي توضيح ومفيش اي كلام صريح. انا نقلت لك الاخبار ونقلت لك الكلام اللي بيتقال. انت من وجهة نظرك شايف ايه السبب؟ لو عندك سبب سيبولي في الكومنت واعمل لي اشتراك عشان يوصل لك كل جديد في موضوع امام عاشور واخبار النادي الاهلي. ما تنساش تعمل لايك على الفيديو وتصلي على النبي في الكومنتات وتعمل لي اشتراك لو انت بتشجع النادي الاهلي ويهمك اخباره.